بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بصوا بقى، زي ما انتم شايفين كده، فيديو النهارده بيتكلم عن نفسه. ان شاء الله باذن الله فيديو النهارده هعمل لكم طريقه المحشي بس بطريقتي، وهعمل لكم كمان طريقه الفراخ المشويه برضو بطريقتي. ان شاء الله طبق النهارده هيعجبك وحلو جدا جدا. طبعا المحشي ده يعني معروف عندنا، احنا بنحب المحاشي والحاجات دي كلها. فاعمل لك ان شاء الله النهارده في حله واحده ازاي تعملي جميع المحشي كله في حله واحده. فتابعيني ان شاء الله في فيديو النهارده. اهوت يا حبايبي بقى، تعالوا كده هخش اقول لكم انا عملت ايه بالظبط. اهوت بصوا زي ما انتم شايفين كده، معايا ايه؟ معايا رز مغسول كده اهوت ومصفيه حلو جدا، ومعايا خضره كده مقطعاها على شبت زي ما انتم شايفين. وعملت الصلصه بتاعتي، هقول لكم دلوقتي انا عملتها ازاي، وبرده التوابل دي برده بتاعتك انت حطيها زي ما انت عايزه. هقول لك برده عملت ايه بالظبط. بصوا بقى، انا مبدئيا يعني لما بحب اجيب الطماطم بحب طبعا اضربها واصفيها، سواء هعمل محشي سواء هعمل خضار مشكل، اي حاجه لازم اصفي الطماطم بتاعتي. فانا مصفياها كده حلو، وجبت بصلتين كبار، بدأت كده على النار بشوية زيت وشوية سمنة، وبدأت كده مش حمرت البصلة يا دوبك بس دبلتها معايا. وبعد كده نزلت بالطماطم زي ما انتوا شايفين اهوت مع معلقة سكر. وتبدأي كده ان انت ايه، تطلعيها بقى، تحطي بقى معاكي ملح فلفل شطة كمون كزبرة، جوز الطيب، جميع التوابل اللي انت عايزه تحطيها حطيها. مش هتقولك لا، يعني المحشي اصلا بيحب التوابل الكتيره، وبيحب كمان لون الصلصه تبقى كتيره في المحشي. فانا برضو بحب كده ان انا ايه، اكتر الطماطم في المحشي زي ما انتم شايفين كده اهو. في ناس طبعا، برجع اقولك في ناس كتيره، كل واحد وليه طريقته، بس دي طريقتي انا اللي انا بحب اعملها. بحب الخضره كده تكون فريش. في ناس بعد ما بتعمل الصلصه بتبدا تضيف الخضره، بس دي طريقتي انا في عمايل المحشي. وبرده دي طريقتي في لف المحشي. طبعا بسلقه عادي وبقطعه كده زي ما انتم شايفين، وبحب اقطع صبع صبع. في ناس برضو بتقطع كده اللي هو الكرنب على قد كل صبع، انا ما بحبش كده، انا بحب اعمله كده زي ما انتم شايفين، واقطع زي ما انا عايزه. وببدا ارص كده في صينيه كده الاول، بيسهل عليا، لان انتوا عارفين طبعا رص المحشي في الحله بياخد وقت. فببدا الاول كده وانا قاعده بسرعه بسرعه كده، ما بياخدش منك حاجه، خاصة بقى لو حاجتك جاهزة في التلاجة. مش عايزة اقول لكم الكرنب ده عندي بقاله حوالي شهر في الفريزر، ما جرولوش حاجة خالص، وبدأت طلعته كده على طول يفك. وبعد ما فك بدأت كده اشتغل على طول في المحشي. وكمان لو انت مجهزة الصلصة بتاعت المحشي هتلاقي نفسك انجزتي بسرعه كده. فانت حاولي مثلا يوم المحشي ده تكوني مثلا زي ما بقولك سلقه الكرنب، مجهزه صلصتك. وكمان حاجه كمان، ساعات بلف الكرنب من بالليل وبجهز صينيه المحشي وبخليها الصبح. بقوم بس مثلا ايه، كنت هسلق الفراخ او اللحمه او بقى اي طيره عندك، وتبداي ان انت على طول تطلعي حله المحشي من التلاجة على السوا على طول. فدي برضو معاكي مفيش مشكله، تكوني مجهزه كل حاجه من بالليل. فاهوت بقى ببدأ بقى ان انا ايه، اول حاجة الف الكرنب. مش عايزة اقول لكم والله العظيم كانوا شوية محشي زي العسل، بس يعني حبيت ان انا برضو اوريكم طريقتي. وطبعا البتنجان والحاجات دي كلها انا ايه، انا برضو مقوراها كده، وما حبيتش برضو اطول معاكم في الفيديو، لان كلنا طبعا بنعرف ان احنا ايه نقور البتنجان. طبعا البتنجان ما تحشوهوش للاخر، يعني حاجة بسيطة كده. وتشكيلة المحشي دي زي ما انت عايزة، يعني في بتنجان ابيض ممكن برضو تدخليه معاهم زي ما انت عايزة. انا هنا في جزء بقى بيحب الفلفل، وفي جزء بيحب الكرنب. انا بقى بعشق البصل، فبرضو عملت لي بصلايه. هقول لكم برضو البصل ده بيتعمل ازاي. اما تيجي تسلقوا شوربه ولا حاجه بتاعت الفراخ، هاتي البصلايه واكسريها كده من النص، بس ما تخليهاش للاخر، ونزليها في الشوربه دي بس 3 4 دقايق، وبعد كده طلعيها. او اغلي ميه عادي على النار. لو انت هتعملي بقى كميه كبيره، اغلي ميه على النار ونزليها في الميه، وبعد كده طلعيها، اشطفيها بميه من الحنفيه، هتتفك معاكي بكل سهوله. بس انا هنا عامله بصلايه واحده بس. انا من طبعي ما بحبش اكتر في الاكل، يعني انا ممكن لو انتم ملاحظين ابقى عامله 6 7 8 صوابع على قدنا يعني. وكمان لو انا حابه ان انا اعمل محشي بزياده، ممكن اعمل حله تانية واخليها جنبها في التلاجة، او ازود شوية لو هسخن مثلا لتاني يوم مفيش مشكلة. بس انا حبيت شوية المحشي ده كده يبقى يومه، وكل واحد ياخد الصبعين الايه المحشي وقطعة اللحمة المشوية او الفرخة المشوية، وخلاص على كده.
فما بحبش كده ان انا اعمل كميات كتيره، لاني عارفه ان الحاجه مش هتتاكل عندي كتير. يعني احنا ولادي كده ما بيحبوش الحاجات الكتير في الاكل. اهوت زي ما انتم شايفين قسمت الحله، حطيت نصها كده الكرنب، وحطيت بقى بقيه الايه الفلفل والحاجات دي. هنا عندي كده حته حلويات من اللحمه. بدأت كده جبت بصلاية وقطعتها كده زي ما انتم شايفين، ودعكتها بالملح والفلفل حلو قوي. وحبيت ان انا احطها على وش كده المحشي، وزودته شربته بقى وسبته على النار. هنا بقى معايا الخضار المشكل. بصوا البطاطس انا بحب اقطعها بالطول كده. لو انت هتقطعيها كده، ومعايا جزر وفلفل وطماطم وبصل. لو هتقطعيها كده خليها تكون تخينه، ما تخليهاش تكون رفيعه، علشان تستوى معاكي حلو قوي. طبعا الورقه اللي انتوا شايفينها دي انا هشيلها، وهخلي الخضار مباشره على في الصينيه من تحت. تمام، عشان افتكرت ان انا ما عنديش دلوقتي اللي هو ورق الزبده ده. بدأت كده بقى تبلت الفراخ بتاعتي طبعا بعد ما غسلتها غسله محترمه. تبلتها برضو بملح وفلفل كده وشويه جوز الطيب والحاجات دي كلها. وبدأت كده ان انا ارصها كده مع الخضار المشكل. برضو انا من طبعي بحب الاكل يكون صحي شويه، ما بحبش الدهون الكتير والسمنه الكتير والحاجات الكتيره دي. انا هطلعها دلوقتي حبايبي من الورقه، وهرصها في الصينيه وهخليها كده في الفرن تستوى بقى براحتها خالص. وده كده كان الشكل بتاعي المحشي النهائي. شويه محشي زي العسل. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبك وشجعك كده. جهزي حاجتك وظبطي حاجتك، مش هتحسي بعمايل المحشي خالص. واعملي على قدك برضو، مش شرط ان انا نعمل بقى كميات كتيرة ويتبقى مننا ونرمي، حرام طبعا لا. انا بحب اعمل الحاجة كده على القد. طبعا المحشي بيتكلم عن نفسه. بصوا والله العظيم زبدة، والله الطعم كان خرافة. هنا كده الخضار المشكل بتاعي اهوت، او بعمله خضار سوتيه كده خفيف، حاجة خفيفة، بحيث ان هي برضو ما تتعبش المعدة وكده. عايزه اقول لكم على حاجه قبل ما اسك الفيديو. بالنسبه يا حبايبي لو انت هتجيبي كوسه ولا هتحشي بتنجان ولا اي حاجه، خليه كله يبقى سوا واحده. يعني انا بحط الصوابع كده جنب بعضيها، وببدا اخليه كل صوبع شبه التاني. واللي بيطلع بقى سواء الكوسه ولا البتنجان، ببدا ارصه في قعر الصينيه من تحت عشان ما تتحرقش معايا. حبيت بس اقولك على كده، خلي كل صوبع يكون شبه بعضه كده. ما تخليش بقى معاكي صبع كبير وصبع صغير، لا طبعا كده بيبقى شكله حلو كمان لما تيجي تقدميه. وانا برضو من طبعي بحب اقدم كل حاجه في طبق واحد. يعني ما بحبش احط 100 طبق، هو كل واحد ياخد طبقه كده. بس الطبق ده كتير يعني على نفر عندنا. بس حبيت كده اقدم معاكم. زي ما اقولك بحب احط الخضار في نفس الطبق، وقطعه اللحمه او الفراخ في نفس الطبق. واحط برضو بقيت كده المحشي برضو في نفس الطبق. بس الطبق ده زي ما قلت لكم هو كبير، يعني ما حدش هيقدر ياكله عندنا. بس حبيت كده اقدمه معاكم. ده كان فيديو النهارده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبك واستفدتي مني بحاجه بسيطه. بحبكم في الله احلى اخوات. ادعموني باللايك. مع السلامه.